سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيدكم مبارك سعيد. في أجواء العيد المعطرة بالنفحات الإلهية نبث لحضراتكم أزكى تحية من ساحة مشور القصر الملكي في مدينة الدار البيضاء، التي ينطلق منها الموكب الملكي في حفظ الله ورعايته باتجاه المسجد المحمدي بحي الأحباس، حيث يؤدي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله شعيرة من شعائر الدين في مناسبة دينية جليلة قال عنها سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهي مناسبة لشكر الله على ما هدى إليه عباده من نعمة الإسلام دين الوسطية والاعتدال. هو اليوم الملقب بيوم الجائزة، يفرح فيه المؤمنون بما أفاء الله عليهم من جزيل الثواب على فريضة الصيام وسنة القيام. وإن من كمال فضل الله وتمام نعمته على أمة الإسلام ومن بشائر فوزها وسعادتها الدنيوية والأخروية ما أكرمها به من الأيام الفاضلة، وخصها به من الليالي المباركة، وجعلها أيام خير ويمن وبركة، وليالي عفو وصفح ومغفرة وتكريم ورحمة ورضوان منه سبحانه، يتجلى فيها على عباده برحماته الواسعة، ويمن عليهم فيها بعطاءاته الربانية الشاملة. ومن جملة تلك الأيام الفاضلة أيام عيد الفطر السعيد، وهي أيام فرح وسرور وغبطة وبهجة وحبور. من حكمة الله في خلقه أن شرع لهم من الأعياد ما يلبي الفطرة التي فطرهم عليها، فشرع لهم عيد الفطر عقب ما فرض عليهم من الصيام، وشرع لهم عيد الأضحى بعدما أوجب على المستطيع منهم من فريضة الحج، وجعل يوم الجمعة يوم عيد المسلمين، اختاره وفضله على باقي الأيام. ومن بين مقاصد الأعياد الالتقاء بين المسلمين والاجتماع فيما بينهم، وهو ما يتجلى في صلاة العيد: ذكر واحد وشعور بالانتماء لرابطة واحدة، وإيمان يوحد القلوب تحت راية واحدة، راية الإسلام، وشعار واحد هو شعار التوحيد لله عز وجل. يؤدي المؤمنون شعيرة صلاة العيد بعد أن من الله عليهم بإتمام الصيام في شهر الدعاء والجود والإحسان. وفي هذا الشهر الكريم أعطى أمير المؤمنين القدوة الحسنة في إشاعة قيم الحنفية السمحة التي يسرها الله للأمة المحمدية وهداها به للإيمان وصالح الأعمال. ومن بين تلك الفضائل والقيم فضيلة وقيمة التآزر والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع. بكل إجلال وإكبار وامتنان تبارك ساكنة مدينة الدار البيضاء ومن خلالها أبناء الشعب المغربي لأمير المؤمنين العيد السعيد، وتدعو لجلالته بالنصر والتمكين والحفظ المتين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل المولى الحسن بالصلاح والفلاح، وأن ينبته المولى عز وجل نباتا حسنا يقر به عين أمير المؤمنين. جموع المواطنين والمواطنات تغتنمها مناسبة سانحة للتعبير عن امتنانها للجهود الخيرة التي يبذلها أمير المؤمنين
وهو يقود بخطى ثابتة رصينة المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها البلاد، رعاية من جلالته لأمن المواطنين في بعضه الشمولي أكان روحيا أو معيشيا، وهي الأمانة التي حملها إياه المولى عز وجل